مساء الورد والفل والياسمين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. النهارده هنعمل مع بعض فيديو كده سريع وظريف. هنعمل محشي وبانيه. يلا بينا ندخل على الفيديو، مش هطول عليكم. لو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب. يلا نبدأ ونشوف عملنا ايه. جبت نص كيلو بانيه وغسلتها بشوية ليمون ومية وشوية ملح، وبعدين صفيتها. وجبت بقى دي مية بصل، بس مية بصل مش بصل. تمام، يعني جبت بصلاية وبشرتها وخدت المية بتاعتها وحطيت عليها بقى ملح وفلفل وحطيت توم باودر وحطيت شطة. تمام، وابتديت بقى ان انا اقلب كل ده كده مع بعضه كويس جدا. وبعد كده هجيب بقى البانيه بتاعي وهحطه في التتبيله دي، وهبتدي ان انا اتبله كويس جدا. وبعد كده كمان هحطه في كيس، اهم حاجه علشان خاطر الكيس بيساعد اللحوم بتاعتي ان هي تتبل احلى. وهسيبه في حدود 6 ساعات كده. يعني اول لما ابتديت بيه هو، وسبته بقى في التلاجة لحد ما خلصت بقيه كله. حطيته بقى كده في الكيس بتاعي، واحط عليه الميه بتاعه البصل اللي احنا عملناها، وهقفله وهحطه بقى في التلاجة. وكل فترة كده ببتدي ان انا اقلبه وانا رايحة وانا جاية كده هنخش بقى على اللي بعد كده. هنعمل تسبيكة المحشي. طبعا تسبيكة المحشي دي انا عملتها لكم مليون مرة قبل كده، بس بعيدة عليكم تاني. حطينا زيت، اهم حاجة الزيت يكون غزير، وبصل على قد ما تقدري، يعني مثلا كيلو بصل ولا حاجة. ليه؟ انا اصلا مش هعمل تسبيكة للاكلة دي بس، انا هعمل تسبيكة لكذا اكلة. انا قلت لكم وانا بخزن الحاجه قبل رمضان، قلت لكم ان انا بعمل في رمضان محشي. يعني اكتر حاجه بعملها المحشي، فعشان ما اقعدش اسبك كل شويه فانا بعمل تسبيكه تقضيني كام اكله كده. تمام، حطيت بقى البصلايه ويا دوبك بس دبلت، حطيت عليها فصين توم، وبعد كده نزلت عليها بقرنين فلفل. بصوا، انا عايزه اقول لكم، انا لو ما عملتش التسبيكه بالمنظر اللي انتوا هتشوفوه في الاخر ده، انا ما بعرفش اكل محشي بصراحة. بس يعني واخواتي وامي واهلي يعني وجوزي يشهدوا بالكلام ده، ان انا لو ما عملتش التسبيكة بالشكل والطعم ده انا ما بعرفش اكله خالص. دي بقى طماطم اللي انا كنت مفرزاها اللي وريتها لكم. الطماطم بتاعه المحشي انا بحب اكون مديها غلوة على النار، تكون مستوية كده الاول، وبعد كده بضربها في الخلاط زي ما وريتها لكم لما خزنتها. وده كيس من الصلصة اللي انا عاملاها. يعني حطيت كيسين الطماطم اللي احنا كنا مفرزينهم، وحطيت كيس من الصلصة، وحطيت 4 ورقات ماجي وبابريكا بقى وكزبرة وده بصل بودر، وحطيت كمان بهارات مشكلة، ودي قرفة. تمام، ودي بهارات محشي بتخلي ريحته وطعمه جميلة جدا، دي بتكون عند العطار. وكمان حطيت شوية كمون وشوية فلفل اسود. البهارات دي بتخلي طعم المحشي وريحته تحفة. ودي بشرة جوز الطيب بتديله برضو ريحة حلوة قوي. وهحط بقى الملح بتاعي، طبعا انا بزود في الملح علشان خاطر عاملين كمية كبيرة. ودي بقى يا ستي فركة نعناع. ده نعناع انا عاملاه سليم، في نعناع عاملاه سليم، وفي نعناع عاملاه مفروم، اللي هو يعني انا فرماه بايدي كده. ودي مرقه اسمها مرقه صيني او ملح صيني، بيتباع عند العطار، بيكون ابيض كده بس بيبقى مسكر وحلو قوي. وحبهان وورق لورا. طبعا الحبهان انا فضيته ما حطيتهوش زي ما هو. وحطيت شويه شطه. بس دي التوابل اللي انا بحطها على المحشي. بس عايزه اقول لكم، فركه النعناع دي بتديله ريحه وفي مكان تاني خالص. كده خلصت بقى. هنقص منها شويه وهاخد منها شويه اللي انا هعملهم للمحشي بتاعي دلوقتي. والباقي طبعا ده انا شلته لبقيه الاكل. عملت بقى الرز اهو. طبعا عايزه اقول لكم ان المحشي انا عاملاه، المفروض اصلا انا كنت عامله كرنب وورق عنب في اول رمضان، بس الفيديو ده تايه مني، هجيبه وهنزله. بس طبعا كنت عامله له انا التسبيكه دي اصلا. تمام، خدت بقى شويه رز كده علشان خاطر، بصوا التسبيكه حطيت لها شويه ملح تاني عشان خاطر احنا حطينا رز. وحطيت لها شويه بهارات محشي تاني، وده بقى النعناع المفروم مش النعناع التاني اللي هو السليم. وكمان حطيت لها شويه تسبيكه. ما استكفتش بلونها كده، انا ما كانتش التسبيكه يكون لونها احمر زي ما انتوا شايفينه كده دلوقتي. ما بعرفش اكل محشي، ما بقولش ده محشي اصلا. تمام، فهو لازم يكون كده معايا. وحطيت بقى شويه شطه. وتعالوا بقى بينا عشان اوريكم هعمل ايه تاني. المهم دلوقتي كده المحشي على نار هاديه. طفيت بقى النار خالص،
وهحط الخضره. يعني انا حطيته على نار هاديه لحد ما الرز ابتدى ياخد من طعم الصلصه بتاعتي. طبعا مش بسويه ولا حاجه، انا بقعد اقلب فيه كويس زي ما احنا شايفين كده، ما بسيبهوش. وبعدين بطفي عليه النار وبحط الخضره اللي هي شبت وبقدونس وكزبره. بصوا بقى يا ستي، ده الكرنب اللي انا خزنته، شايفين شكله؟ بصوا الورقه بورقتها، ولا اكنه متخزن ولا اكنه كان في فريزر ولا اي حاجه، ولا نزل نقطه ميه. انا حاطاه في المصفى دي من بالليل، ولا نزل نقطه ميه. بصراحه اكني لسه سلقاه دلوقتي. جميله جدا الطريقه دي ومريحه جدا. جبت بقى الحله وحطيت فيها بصلتين وقطعتهم كده شرايح، وحطيت شويه ملح وشويه فلفل اسود. بالنسبه بقى للمحشي انا ما برصش، انت بقى عايزه ترصي رصي. انا برصه في الطاجن بس، لانه الطاجن الحاجه الوحيده اللي بتخلي المحشي يستوي اول واحده زي اخر واحده زي في النص كله زي بعض. انما الحله عشان ارص بحس ان هو طلع مكبوس معايا، والرز مش بيستوي من جوه زي ما انا حابه. لو هترصي يبقى هترصي عكس بعض، يعني هترصي صف عكس الصف التاني عشان يطلع معاكي مظبوط. لفيته بقى كده زي ما احنا شايفين كده، بقيت الحله كلها اهو. وعايزه اقول لكم كان كام ورقه عنب كده من الفيديو اللي فات اللي انا بدور عليه وبلف عليه ده ومش لاقيه، لان طبعا منزله لكم فيه كمان طريقه سلق ورق العنب. بس ان شاء الله هجيبه، يعني نزل في نص رمضان، نزل اخر رمضان، نزل بعد رمضان، بس المهم اللي انا هجيبه. المهم يعني ايه، رحت لفاهم كده كام ورقه عنب كده، رحت لفاهم، قلت حرام برضو عشان ما يبوظوش في التلاجة. بصوا ورق العنب كان جميل جدا جدا بجد، طريقه التخزين دي تحفه. بس كده يا ستي، قلت طبعا هرميهم، لا يعني مش هيعملوا حاجه للكرنب. رحت حطاه، جبت بقى شويه شوربه. دي كانت شوربه فراخ عندي برضو في الفيديو اللي فات، انا كنت عاملاها كانت اول رمضان وشلتها في الفريزر. حطيت عليها شويه تسبيكه من بتاعه المحشي بس كده وسقيت المحشي بتاعي، طبعا مش بنسقيه للاخر، وعلقت عليه على النار هيتشرب. وبعد كده ايه، هنوطي عليه. وده عصير البرتقال بتاعنا، للناس بقى اللي بتقول مش بنحب البرتقال متفرز، دي بتبقى اراء واذواق. تمام، انا عملته وزودته ميه زي ما انتوا شفتوا، ولو عايزه تزودي له سكر بتزودي. ده بقى كفر البانيه. حطيت كوبايتين دقيق، نص كوبايه نشا، وحطيت كيس بيكنج باودر، وحطيت بقى البهارات بتاعتي، بصل وتوم وبابريكا وكمان كركم وفلفل اسود. تمام كده، وهبتدي ان انا اقلب الخليط ده كله كده مع بعض. وده كده بديل. طبعا الخليط ده انا ما عملتش بيه كله، انا شلت نصه لاكله تانية، عشان الناس هتقولي طب احنا كده وفرنا ايه، ما احنا ما جبناش بيض بس عملنا خليط. اولا الخليط ده بيديله طعم جميل جدا جدا زي البانيه بتاع بره. ثانيا انا ما عملتهوش كله، انا خدت من الخليط ده شلته لاكله تانية. يعني كده انت وفرتي كمان، لو هتعملي اكله تانية هتجيبي البانيه بس كده. بصوا بقى، ادي الكفر بتاعنا. جبت ميه ساقعه من التلاجة، مفيش ميه ساقعه، ميه من الحنفيه عادي. بصوا البانيه متبل تحفه تحفه بجد. وابتديت اللي انا انزل بيه في الكفر كده، اللي هو الدقيق والحاجات اللي عملناها دي، وبعدين انزل بيه على الميه وارجع تاني في الدقيق. بس اهم حاجه اول ما تعملي الخطوه دي ما تسيبيهمش يركنوا، يعني تعملي كده وتحطي على النار على طول. هتاخد بس وش ذهبي، وبعدين هبتدي ان انا اوطي النار سنه عشان البانيه يستوي من جوه. بس كده، وده بيبقى شكله. طبعا بجيب مصفى، اما اي حاجه تكون حاجه مفتحه، واحط فيها مناديل مطبخ. مفيش مناديل مطبخ مفيش مشكله، طلعي في المصفى كده، بس تكون حاجه مفتحه عشان ما يطرش معاكي. وابتديت اللي انا انزل بالبانيه بتاعي الكميات كلها. وده بقى شكله بعد ما خلص، وده كمان شكل المحشي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا جميل جميل جميل. اعملوا الخلطه بالطريقه دي مش هتندموا. وده الزيتون اللي احنا خللناه، لو تكونوا فاكرين انا لسه فاتحه عليه في رمضان، محدش جه جنبه بقالي بتاع 5 شهور مخللاه. تمام، وادي العصير بتاعنا. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، كان خفيف وظريف. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ما كنتش طولت عليكم. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد. واقول لكم السلام عليكم.